السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على القناة. نتمنى تكونوا كاملين بأحوال جيدة. في هذا الفيديو غنشارك معكم طريقة تحضير سلطة راقية ولذيذة وشكلها راقي وتقديمها كيفتح الشهية. غتصلح للضياف أو لمائدة الإفطار أو تقدموها للأطفال ديالكم والأحباب ديالكم وتستمتعوا بها. تابعوا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا السر باش تجيكم بنينة. أول حاجة غنحتاجو 250 غرام من الكينوا، من حبوب الكينوا. هذا هو الشكل ديالها، كتجي بثلاثه الالوان، كاين هذا اللون الابيض وكاين اللون الاحمر والاسود. ممكن انكم تخلطوا الالوان باش تجي المنظر ديال السلطه اجمل. انا عندي فقط هذه البيضاء، فغادي نسلقوها في الماء وغادي نعطيكم المقدار ديال الماء بالضبط اللي غتحتاج. غنحتاج ايضا حبتين من التفاح، غنقطعوها قطع رقيقه وغنضيف عليها ملعقتين من عصير الحامض باش ما تاكسدش وتحافظ على اللون ديالها. غنحتاجو حبه من الطماطم نقطعوها قطع رقيقه جدا. غنحتاجو حبتين صغيرتين من الخيار اولا حبه كبيره نقطعوها قطع رقيقه. ملعقتين او 3 ملاعق من البقدونس مفروم، ملعقتين من الزبيب الابيض وملعقتين من الزبيب الاسود. غنقطعوه رقيق، انا عندي الزبيب غليظ فقطعته لقطع صغيره. وغنحضروا واحد الفينيغريت اولا واحد التتبيله غنديروا فيها نصف كاس من زيت الزيتون، عصير حامضه والقليل من الملح، ملعقه من العسل ورشه من الابزار اولا الفلفل الاسود. غنحتاجوا ايضا القليل من اللوز، ممكن التعويض ديالو بالجوز. انا خديت هذا اللوز رقدته في القليل من الماء الساخن وغادي نفسخه ونقليه ومن بعد نهرمشو. غادي ناخذوا الكينوا غادي نغسلوها مزيان تقريبا واحد 3 المرات في الماء ونصفيوها ونضيفوا ضعف ديال الكميه والنص. مثلا هنا درت زلافه ديال الكينوا فغادي نعمر الزلافه 2 مرات ونصف من الماء. غنضيفوا القليل من زيت الزيتون والقليل من الملح ونوضعوها على نار متوسطه ونحاولوا من بعد ما تغلي نحاولوا نغطيوها باش تطيب بسرعه ونخليوها كما قلت لكم على نار متوسطه. فواحد الاناء كبير غنديروا كاع المكونات وغنضيفوا هنا ضفت اللوز كما قلت لكم بعد ما هرمشته. وغادي نوجدوا التتبيله، غنديروا زيت الزيتون، نديروا عصير الحامض، نديروا الخل عفوا عصير الحامض ونديروا الملح وغنخلطوا هاد المكونات جيدا. نسيت ما ضفتش الفلفل الاسود غنضيفه من بعد وملعقه من العسل. غادي نخلط هاد المكونات جيدا وغادي نضيفوهم الباقي المكونات. فهاد السلطه ما غنستعملوا فيها لا مايونيز لا والو، فهاد التتبيله فهي كافيه ونبقاو في اطار يعني صراحه السلطه باش تبقى صحيه. فغنخليو هاد المكونات ترقد مع بعضياتها وتطلق النكهات. وغناخذوا لافوكا، استعملت هنا 4 الحبات تقريبا اولا تقريبا 4 الحبات اللي استعملت بالحق لافوكا صغيره. ممكن انكم تستعملوا فقط 3 الحبات الا كانت لافوكا كبيره. غادي نمعسوها مزيان بالاستعانه بفرشات. وباش تبقى محافظه على اللون ديالها وما تاكسدش غنضيفوا القليل من عصير الحامض ونكوها بالملح والابزار اولا الفلفل الاسود. من بعد ما تنضج الكينوا
غادي تلاحظوا انها غادي تنفخ وغادي يولي فيها واحد الشكل بحال الضفر. فتما غنعرفوها انها يعني ولات واجده، وغادي تنشف، غتشرب كاع الماء اللي فاش سلقناها. وغنضيفوها لباقي المكونات وغنحركو مزيان. فكما غتشاهدوا انها تتماسك مع بعضياتها، يعني ما نحتاجوش نضيفوا حتى حاجه اخرى، لا مايونيز ولا اي شيء. غناخذوا واحد الاطار اللي هو دائري وغنديروه بهذا الشكل. انا فرشت الخص، غنوضع الاطار وغنوضعوا فيه الطبقه الاولى من السلطه. فكما تشوفوا يعني الشكل ديالها جميل والالوان. ولو استعملنا الكينوا كما قلت لكم بالالوان غتعطي منظر اجمل. غنوضعوا الطبقه الثانيه من لافوكا ونحاولوا نسرحوها بالتساوي، ونبداو نزينوه بشكل ممكن منظم او لا عشوائي كما بغيتوا. نحاولوا نستعملوا الاشياء اللي استعملنا في السلطه والاشياء المتوفره عندنا. فهنا استعملت قطع من التفاح، قطع من اولا شرائح الديك الرومي. استعملت بيض السمان. ممكن تستعملوا طوماط سوريز، تستعملوا القرقاع. هنا غنزين باللوز بالقليل من الزبيب بأوراق من المعدنوس. فنخليو الاطار الدائري ما نحيدوه حتى تنكملوا التزيين، ومن بعد ملي نبغيو نقدموها نحيدو الاطار الدائري باش تبقى محافظه على الشكل ديالها. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. نتمنى هاد السلطه تكون نالت اعجابكم. فهي سلطه غنيه، وكما تنعرفوا ان الكينوا يعني حبوب اللي هي غنيه بالبروتين وصحيه، بديل جيد للناس اللي ما تيقدروش على المنتجات ديال القمح. ففي الاخير الى عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وشاركوها مع اصحابكم وشجعوني ننزل وصفات اكثر. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفات اخرى واعمال يدويه تكون في المستوى.